السلام الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله، وعيد مبارك سعيد. حبيت نشارك معكم النهار ديال العيد، بصراحه داز بالزربه بالزربه بالزربه. المهم العيد في اوروبا صعيب بزاف، مع بالخصوص الا ما كانش عندك العائله هنايا، صعيب بزاف بزاف بزاف، ولكن المهم تنحاولوا وتنديروا شويه ديال الاجواء. المهم هنا وجه الطبله، من قبل فطروا الوليدات. ما صوتلكمش من الاول، يعني الطبله ترونات. المهم هادشي اللي لحقت عليه. جات عندي واحد صاحبتي باركت لي العيد، صراحه هي الوحيده اللي تطلع عليا، الله يخلي لها وليدها وصحيحتها وراجلها ان شاء الله. المهم فطرنا وداك الشيء ومشيت للمدرسه. اليوم عندي المدرسه ضروري، ما خصنيش نغيب. المهم مشيت للمدرسه وجيت على الغداء الفلسطيني. قال لك ضروري، انا بغيت الرفيسه، ولدي عاوتاني انا بغيت الرفيسه. تخيلوا فلسطيني تيحمق على الرفيسه. المهم بغاها بالدجاج البلدي، مشيت للفريكو هادشي اللي لقيت، ولكن سبحان الله العظيم حتى انا كنت دايرها في بالي بلا نديرها. المهم شديت الدجاج شرملته، شويه ديال الثومه، قزبور، معدنوس، بزار، شويه د راس الحانوت، وسكينجبير والخرقوم، مليحه. المهم ودرتوه في الطنجره، درت عليه بصله مشلضه ومعلقه ديال السمن. هنا غندير 2 معالق صغار، المهم مقداروه معلقه كبيره ديال السمن. السمن ما تخافوش منه، فاش تشحروه من الاول ما تعطيش ديك الريحه مجهده في الماكله. المهم خصكم تشحروه من الاول الى زعما ما تتبغيوش ديك الريحه ديالو المجهده. هنا عندي 200 غرام ديال العدس، نقيتها وغسلتها. وغنضيف عليها 50 غرام ديال الحلبه. الحلبه حتى هي نقيتها وغسلتها مزيان. وعندي الثومه، عندي شي راس ديال الثومه. الا عندكم راس مجموع من الاحسن، تعطي زعما تا ديكور زوين، ولكن انا ما عنديش. انا فاش نجيب الثومه تنفرتها كلها وتنديرها في واحد البواطه باش تبقى ليا. المهم تنضيف معلقه ديال الابزار الفلفل الاسمر والجنجبيل، سكينجبير حتى هو نفس المقدار. تنزيد تنضيف الخرقوم، وتندير راس الحانوت، ودرت حتى المروزيه الا عندكم تجي زوينه. وديروا شويه د الملحه. واللي غتسولني تقول لي الدجاج البلدي في اوروبا، لا كاين الدجاج البلدي في اوروبا، تناخذوه من المزارع، كاين موجود. تاخدي الدجاجه وذبحيها بيديك وسلخيها تدفي لها الريش وغسليها وجيبيها وتجيبيها للدار وتتعاود ليها الغسيل. المهم زدت واحد الربيطه ديال القزبور والمعدنوس وشحرت مزيان، ومن بعد ضفت 2 لتر ديال الماء. ضروري الماء بزايد باش غادي نسقيو الرفيسه تتبغي لاصوص، تتبغي المرقه. صافي وخليناها طيب. إيوا يا الغزالة، بالنسبة للعجينة أنا عجنتها في الصباح بكري، عاد مشيت للمدرسة. العجينة درت فيها كيلو ديال الفرص، الدقيق الأبيض، ودرت فيها نص كيلو ديال الفينو اللي هو دقيق الصلب أو السميدة الرقيقة، ونكهتها بمعلقة ديال السمن ومعلقة ديال راس الحانوت ومليحة ومعلقة ديال الزيت، وخلطت الخليط بالماء. جمعت العجينة بالماء، غير جمعتها غير بيديا، ما دلكتها ما والو، ودرتها في كيس. بالنسبه اللي عنده الوقت يدلكوها، ولكن انا راكو عارفين مشيت للمدرسه ما بقاليش الوقت. المهم غير جمعتها ودرتها في الكيس، وشوفوا ما شاء الله جات غزاله. المهم كورت العجينه بهذا الشكل، درتها كويرات ونمروا للطياب. دايره المقلاة سخن. المهم داكشي خف نزربان ما عقلتش على هاد الرفيسه كي درت ليا. المهم دغيا 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 دغيا. المهم الغزالات، خديت كل كويره وطلقتها وتنديرها المقله تكون سخونه، وتندير وحده. الوحده هي الاولى، من بعد تنقلبها.
المهم أنا ما غنديش ندير مسمن، غندير شي حاجة تتشبه للتريد ولكن الصراحة راه جا روعة. أنا ما تيعجبنيش المسمن في الرفيسة، تيعجبني بحال هكا. المهم درت أول وحدة غادي نقلبها غير تنشف، ماشي تحمّر، ما تخليوهاش تتحمّر، غير تنشف وتقلبوها. قادّوا ليها الجناب وديروا الأخرى من فوقها. حاولوا ديروها رقيقة. نسرحوها مزيان ونمشيو نقرصو الكويرة الأخرى. على ما نقرصو ديك الكويرة غادي نقلبو العجينة. خص دغيا ما تخليوهاش تحمّر. ها هي تنطلقها تكون رقيقة وركزوا على الجناب. تنقلب تنقلبها بهذا الشكل وتنديرو ودغيا تطيب. اللي صايبة هي العجينة، إلا حيدتو عليكم العجينة تيبقى الطياب ساهل. واللي عندو العجانة راه تيديرها في العجانة دغيا تتعجلو وتدلكلو. المهم تنبقاو مستمرين بهاد الطريقة حتى نساليو كاع الكمية اللي عندنا. إيوا هي الغزالة فاش نوصلو لواحد الكمية معقولة تا نقلبو الجناب بحال هكا، تنشفو الجناب اللي تيكونوا هابطين من المقلة ما تيكونوش طايبين، تا نحاولو نديرو لهم بحال هكا ونشفوهم مزيان من القنات كلهم. ما نساو تا قنت. صافي وهما واجدين. ونبداو عاوتاني من جديد. المهم هادو قريشلات صايبتهم. بصراحة انتحرت اليومة ناري، والنهار دغيا داز، ها هو الدجاج طاب. غادي نديرو في صينية، درتو غير في الورق ديال الليد طيبت عليه القراشل، ماشي مشكل. الدجاج ما تيبغيوش ليا هكاك بيض، خصني ضروري نحمروه واحد شوية في الفران. المهم غادي ندهنو بسمينة وغادي نحمروه شوية في الفران ياخد واحد اللون وعاد نقدر نقدمو ليهم. المهم أنا دهنتو هنا بالسمن صافي وندخلو الفران. والمريقة ديالنا ها هي واجدة وجات خاترة وبنينة الصراحة، غزالة جات. صافي والتريد ديالنا ها هو، وغادي نبداو نقطعو فيه. شتو كي داير. والسر ديال العجينة هو الراحة، شحال ما ارتاحت العجينة تتعطيكم الطوع في التكراس وتتجي زوينة. صافي وتنبداو نقطعو. أنا بطبيعة الحال ما غاديش ندير هاد الكمية كاملة، درت بزاف غادي نقطعها ونديرها في الفريغو وغندير الكمية اللي غادي نتغداو بها.
راجلي قال لولدي فاش غادي تخطب شنو هما الشروط اللي بغيتي في مراتك، هو يقول له أهم شرط تكون تعرف دير الفيسا بحال ماما. إيوا هي العروسة المستقبلية تعلمي الرفيسة. هي ساهلة. واحد الملاحظة فاش تتساليو التقطاع ممكن تفوروها ولكن إلا كان تريد ناشف، أما هاد بحال التريد هذا اللي درت اللي صايبت رطب بزاف ما نقدرش نفورو، إلا فورتو غادي تعجن، ولكن إلا كان تريد ناشف واحد شوية تتفوروه تيجي واعر تيجي غزال. وهذه هي الكمية اللي خرجت ليا، دابا غادي نمرّو باش نسقيو الرفيسة ديالنا. غادي ناخدو شي طبسيل يكون غارق وغنديرو المريقة هي الأولى، ثم غادي نديرو الرفيسة اللي هي هذا التريد ونبداو كل طبقة نبقاو نسقيو شوية، صافي ونستمرو حتى الآخر. وبالمناسبة راه عندي البيض تيتسلق، ما غاديش نديرها ببريستيج ولكن غادي ندير فيها شوية ديال البيض وبطبيعة الحال هذا اختياري. صافي ونحطو الدجاج وعندي البيض تيتسلق غادي نزوق به. خويت شوية ديال المرق على الدجاج باش يرطب. وغادي نقطع البيض وغادي نديرو في الجوانب. إيوا يا الغزالات هذا ما كان تغدينا وداز نهار زوين واخا فيه تمارة ومدرسة وجيت عاد من المدرسة وعاد طيبت وعاد هذا، ولكن داز نهار زوين بزاف المهم درنا الأجواء و والعيد بالرفيسة تخيلوا. المهم جات غزالة بزاف، جربوا هاد الطريقة زوينة بزاف، وتنتمنى لكم عيد مبارك سعيد، تعيدوا وتعاودوا إن شاء الله بالصحيحة وداك الشي باش تمنيتو ليكم ولوليداتكم ولوالديكم، داك الشي اللي تمنيتو إن شاء الله يتحقق ليكم. وما تنساوش تبارطاجيو هاد الفيديو إلا عجبكم مع الأهل والأصحاب، وجمجموا جمجموا ولا تقصروا، ومع السلامة إلى الفيديو القادم بحول الله. باي. أتهلاو.